بعد فقدان الامل وبعد المعاناه اللي كنا كلنا حاسين بيها، وحاسين ان المنتخب الاولمبي مش هيعمل حاجه في الاولمبيات بعد المباراه الاولى او المباراه الثانيه اللي كانت للغايه سيئه شويه، الى ان المنتخب النهارده بيثبت ان هو قادر يقدم بطوله للتاريخ. البطوله دي هتفضل في ذهن الجماهير المصريه لسنين وسنين. قبل ما نبدا حلقتنا مع بعض زي ما متعودين، ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم يا رب العالمين. يلا بينا نبدا الحلقه. المنتخب المصري النهارده رغم الانتقادات اللي كانت في اللقاء الاول والثاني في الاولمبيات اللي كنا فاقدين فيه الامل، على ان النهارده بيثبت للعالم كله انا داخل البطوله، داخل هعمل حاجه، مش داخل ضيف شرف ماتش واثنين وثلاثه وهروح، لا، انا حاطط هدف قدام عيني داخل عشان احقق الهدف ده. النهارده المنتخب المصري قدام العالم كله بيفوز على اسبانيا 2-1 في مباراه للتاريخ، مباراه تليق بحجم المنتخب المصري الاولمبي وتليق باللعيبه اللي احنا كنا شايفينها النهارده في الملعب. النهارده اللعيبه دي بتقدم عظمه. المدرب ميكالي مدرب المنتخب بعد الانتقادات انه مدرب ما عندوش فكر، النهارده بيثبت ان انا على قدر المسؤوليه. النهارده بنشوف المنتخب المصري بيقدم مباراة للتاريخ. النهارده منتخب مصر بيفوز 2-1 على اسبانيا ليتصدر المجموعة ويتسيد المجموعة ب7 نقاط. النهارده المنتخب المصري بيعمل رقم جديد قياسي في حتة وصوله إلى ربع نهائي البطولة. لم يصل المنتخب المصري الأولمبي منذ مشاركته في بطولة الأولمبياد. النهارده بيكسر الرقم ده، والأول مرة في التاريخ المنتخب المصري الأولمبي يصل ربع النهائي. اللعيبة اللي كانت عليها جدل كبير وكانت عليها انتقادات كبيرة، أبرزهم طبعا أحمد سيد زيزو في اللقاء الأول والثاني. إلى النهارده أحمد سيد زيزو بيثبت إن أنا على قدر المسؤولية لإدارة أو للعب في المنتخب المصري الأولمبي. النهارده أحمد سيد زيزو بيعمل الأسيست بتاع الجول الأولاني وموجود في كل حتة في الملعب. محمد النني اللي فيه خبر برضه بالنسبه لمحمد النني هنقوله بعد ما نخلص كلامنا عن المنتخب المصري. محمد النني النهارده بعد ما قلنا خلاص محمد النني بيشطب كوره، على ان هو بيثبت ان هو لسه عنده كتير، لدرجه ان جماهير النادي الاهلي بقت بتطالب بان لازم لاعب زي ده يبقى متواجد في النادي الاهلي في ظل ان النادي الاهلي هيشارك في كاس العالم للانديه. وشفنا ده على صفحات وعلى في السوشيال ميديا بشكل عام من جماهير النادي الاهلي بمطالبه الاداره بان هم يتعاقدوا مع محمد النني في اسرع وقت. اللعيبه اللي لسه طالعه بقى واللعيبه اللي لسه قدامها مستقبل كبير، محمد شحاته الباك اليمين لنادي الزمالك او نص الملعب لمنتخب مصر الاولمبي. محمد شحاته بيقدم عظمه. محمد شحاته من ضمن الناس الاهلاويه اللي بتمنى وجوده في النادي الاهلي. محمد شحاته سنه واتنين هتسمع عن اللعيب ده ان هو مكسر الدنيا سواء في الدوري المصري او في الاحتراف. يجي احمد نبيل كوكا بعد محمد شحاته برضه من ضمن الناس اللي مستواها ثابت والناس اللي متالقه دايما مع المنتخب المصري الاولمبي والنادي الاهلي. حمزه علاء اللي مش هننساه، حمزه علاء اللي من ضمن الحراس اللي بتثبت ان انا جدير بان انا اكون الحارس الاول لمنتخب مصر الاولمبي والحارس الثالث للنادي الاهلي، طبعا بعد ترتيب محمد الشناوي ومصطفى شوبير. حمزه علاء، حمزه علاء النهارده بيثبت ان هو حارس عملاق كبير. ابرز اللاعبين طبعا او نجم الشباك ونجم اللقاء ابراهيم عادل. ابراهيم عادل اللي كان منور يعني بجونين، طبعا يمكن حاجه هتحسب له في تاريخه. وابراهيم عادل انا شايف فيه يعني محمد صلاح الثاني، يعني ده لو طلع بره هيكسر الدنيا زي محمد صلاح. ابراهيم عادل المستقبل لسه قدامه طويل، لعيب صغير السن، كنا بنتمنى ان هو يبقى متواجد برضه من ضمن العناصر اللي كنا بنبقى متمنين ان هو يبقى متواجده في النادي الاهلي، على ان هو سواء متواجد مع النادي الاهلي او مع بيراميدز او احترف بره، لان هو من ضمن اللعيبه اللي ليها تاثير دايما في المباريات الكبيره. ميكالي اللي كانت عليه انتقادات كبيره جدا في اللقاء الاول والثاني، النهارده توظيف اللعيبه بالشكل ده وبالتحركات دي مش توظيف لاعب نازل بيتصرف من فكره او من دماغه، لا، ده شغل مدرب. النهارده وقفه احمد سيد زيزو
وقفه النني، ابراهيم عادل، اللعيبه دي احمد نبيل كوكا، اللعيبه دي كلها النهارده يمكن من فتره كبيره ما شفتش احمد نبيل كوكا مع النادي الاهلي في الصندوق. يعني كذا لقطه اشوف احمد نبيل كوكا في الصندوق ويقدر ان هو يسجل هدف طبعا في الماتش اللي فات، والنهارده كان هيقدر يسجل هدف تاني. ده شغل مدرب، وده المدرب بيثبت ان انا جدير بان انا اقوم بالمنتخب المصري. بنتمنى ان هم يفضلوا في استمرار في المزيد في تحقيق لقب احسن من كده. يمكن قلنا ان المنتخب المصري اول مره يصل لربع النهائي في تاريخه منذ مشاركته في البطوله. بنتمنى ان هو يعمل ارقام احسن من كده تاني، وبنتمنى ان احنا نشوفه في النهائي. ده اللي بتمناه، والجيل اللي متواجد حاليا قادر يعمل كده. الجيل اللي متواجد في منتخب مصر حاليا قادر يعمل كده. الامر الثاني اللي يتعلق بمحمد النني، خبر منذ قليل: محمد النني الى الجزيره الاماراتي رسميا. بعد ايه؟ بعد ما النادي الاهلي طبعا يعني ما حققش امنيه جماهيره، او مش ما حققش امنيه جماهيره، او يعني ما طالبش اللاعب ان هو يبقى متواجد مع النادي الاهلي. يعني لاعب بحجم محمد النني كان يتمنى ان هو يبقى متواجد مع النادي الاهلي. ما شفناش دي، يمكن كان في تاخر من حته النادي الاهلي في المطالبه بان اللاعب يبقى متواجد. النهارده رسميا اللاعب بيبتعد تماما عن النادي الاهلي وبيكون في الجزيره الاماراتي. طبعا يمكن اللاعب كان انتقل حر لان اللاعب ما كانش في انديه، يعني انتقال حر. الامر الثالث: تعادل فاركو وبيراميدز. بيراميدز اللي دايما قلت لك في فرق كبير بين المنافس وبين البطل. البطل بيبقى حاطط هدف قدام عينيه. البطل رغم ان الهدف ده لو راح من قدامه بيعافر لغايه اخر لحظه واخر ثانيه عشان يحقق اللقب ده. النهارده بيراميدز بتتعادل في مباراه غريبه، مباراه فاركو فايزه في الشوط الاول 2-0. يمكن في نهايه الشوط الاول ما بيراميدز فاق شويه قدر ان هو يتعادل 2-2. طب ما تلعب كده من الاول، العب ونافس لغايه اخر نفس فيك على البطوله. ما تبصش النادي الاهلي يمكن الصدام الوحيد اللي بيراميدز ما كانش متخيله. بيراميدز كان ماشي في الدوري 14 فوز متتالي. انا ما فيش حد زيي، انا رقم واحد زي ما بيقولوا كده، انا هاخد الدوري باريحيه. بيجي يرد يصطدم بالنادي الاهلي اللي بيحطم له احلامه وبيوقفه عند الفوز رقم 14 بفوز 3-2 بقضيه محمد مجدي قفشه. من بعديها وبيراميدز مش جاي، ومن بعديها واحنا شايفين بيراميدز مش متواجد في الصوره. بيراميدز بحس ان هو بقى بيلعب اللي هو مباريات تحصيل حاصل. يعني مباريات خلاص الدوري راح مني، خلاص انا كده ما عنديش امل، انا كده خلاص ما عنديش حاجه اقدمها. نافس لاخر بطوله، نافس لغايه اخر ما البطوله تخلص، نافس لغايه اخر مباراه ليك في البطوله. هي دي عاده الكبار، وهو ده اللي فارق النادي الاهلي عن اي نادي تاني. بنشوف تصريحات لمارسيل كولر: قدرت ان انت تحسم الدوري؟ لا، لغايه وقتنا هذا انا ما قدرتش احسم حاجه. ما فيش حاجه بقت رسمي، لسه في مباريات. كره القدم ملهاش امان. ليه؟ عشان يفضل مخلي الدوافع عند اللعيبه كبيره، يفضل يخلي الدوافع عند اللعيبه عايز ياخد اللقاء ده والتاني. خلاص ده بيراميدز يعني النهارده بعد ما النادي الاهلي كان عايز 12 نقطة قدر ان هو طبعا يحزم الثلاث نقاط بتاع سيراميكا. خلاص عايز 9 نقاط. النهارده بيراميدز بيقربوا اكتر بتعادلوا مع فاركو. خلاص النادي الاهلي عايز 8 نقاط او 7 نقاط ويقدر يحسم الدوري. يعني بيراميدز حتى لو خد مباريات المتبقية دي هيصل للنقطة 79، عكس النادي الاهلي لو وصل للنقطة 80 خلاص حسم الدوري بشكل كبير رسميا، يبقى النادي الاهلي حسم الدوري. كولر اللي عامل روتيشن بين اللعيبه، يعني كولر ده من ضمن المدربين اللي خلاص يعني بقى بيكسر ارقام الاسطوره طبعا مانو جوزيه مدرب النادي الاهلي. خلاص كولر بيبتعد خطوه واحده على ان هو يكسر رقم مانو جوزيه 2004 2005. كولر لو فاز مباراه البنك الاهلي اللي جايه يبقى 18 فوز على التوالي. طبعا كان اخر رقم وصل له مانويل جوزيه 17 فوز متتالي، فبكده كولر يبقى كسر رقم مانويل جوزيه. يمكن كان الحته بتاع مانويل جوزيه ان هو كان معاه جيل بحجم ابو تريكه وبركات وحسام غالي وحسام عاشور، جيل ذهبي. كولر بيحقق الارقام دي وهو معاه الجيل ده، اللي انا شايف برضو ان الجيل ده يستحق ان هو يلقب بالجيل الذهبي. يعني اللعيبه دي تبص على ال 11 لاعب اللي بيلعبوا في الملعب
هم التبديلات اللي بتبقى موجوده على الدكه. اللي في الملعب بيسد، تبص على الدكه بره تلاقيها اتقل من الناس اللي في الملعب. فبالتالي اتوقع ان النادي الاهلي المواسم اللي جايه هو كده كده متسيد القاره، بس هيتسيد اكتر من كده كمان. النادي الاهلي هو ده سر نجاحه، ان هو دايما خد البطوله بيقفل على طول، بيجدد دماء عشان يقدر ان هو يصل للبطوله اللي بعديها. وسام ابو علي المهاجم اللي النادي الاهلي كان بيفتقده كتير، يعني النهارده بيعادل رقم، يعني اعلى نسبه تهديف في الدوري وسام ابو علي. الناس هتقول لي ده 14 هدف وفيستون مايل 14 هدف، ما انا هقول لك وسام ابو علي من 16 لقاء جايب 14 هدف، عكس فيستون مايلي 29 مباراه جايب 14 هدف. يبقى اكثر معدل تهديفي هو وسام ابو علي. وده بالنسبه للدوريات العربيه اتنين هما اللي عملوها، كريستيانو رونالدو ووسام ابو علي. الناس هتقول لي انت بتقارن بوسام بكريستيانو، انا بقارن بالارقام، بالحاجه اللي هتتذكر بعد ما وسام ياخد هداف الدوري. اكثر معدل تهديفي للهدافين في الدوريات العربيه كريستيانو رونالدو ووسام ابو علي. يعني لاعب انا شايف ان وسام لولا الاصابه كان زمانه كان هداف الدوري بنسبه كبيره. خلاص يمكن كان زمانه هداف الدوري، يعني كده اللي هو 17 هدف 20 هدف 25 هدف. لولا الاصابه كانوا زمانه في حته ثانيه. بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر، بنتمنى من حبايبنا وكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه، ما تنساش تفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.